طيب يا جماعه، هابي نيو يير عليكم وجيت ريدي ويز مي عشان عندي امتحان النهارده اول يوم. هنرتب بشرتنا عشان احنا في الشتاء بقى وكده، فاحنا محتاجين الترطيب ورايحه لهم اول يوم. اكمني بقى مش هعرف اخرج عشان عاملين لي امتحان اول يوم، فخلاص اوكي ماشي، بدايه السنه بقى وبدايه امتحانات، فاوكي انا هلبس الشتوي وهتصور وقشطه. مش حاسه انا عايزه اعمل انا مجرد بس ما بخرج بحس ان انا خلاص انا وشي، لا انا عايزه مرطب، انا عايزه امشي بالمرطب معايا بجد في الشتاء، حاجه فظيعه. لاول مره احط فاونديشن وانا نازله الجامعه، معرفش ليه جاي لي الهام كده، انا عايزه احط الفاونديشن، عايزه اجرب فاونديشن فيت مي الشيد دي، لان هي مش غامقه على بشرتي، هي بالظبط وممكن اغمق سيكه بسيطه. كده كده احنا بنحط كونسيلر، بس انا عايزه اجرب الشيد دي. بصوا اصلا انا يعتبر موهتها كله، هعمل حاجه بسيطه جدا بالبيوتي بلندر، هي مجرد ان هي عملت لي سموث لبشرتي بس. يا جماعه انا كليتي لما تحب تبتكر مفيش زيها في الابتكار حرفيا. تخيلوا النهارده عندي اول يوم امتحان الماده الثانيه بعد اسبوعين، فانا يعتبر خدت الاجازه اصلا في الاسبوعين دول، يعني ما عنديش مشكله، بس يعني حاجه رخمه، بس اوكي انا اجازه. احكي لكم عن معاناتي يا جماعه. السنه دي اول سنه همتحن مقالي، واحنا مش عارفين حتى هنكتب ايه والله. يعني انا بقى من 3 سنين ثانوي ساعه نظام البابل شيت، دفعه 2004 طبعا، الدفعه الفقريه هي دفعه 2003. بقى لنا 3 سنين ثانوي بنمتحن بابل شيت او بابل شيت ام سي كيو، الحاجات دي اللي هو صح وغلط واختياري، وهوب مره واحده كده هنمتحن مقالي. هتسالوني والله ما اعرفش، انا ايه، قرات اللي عندي وخلاص، عايزه اتخرج على خير عايزه اتخرج بقى، والله تعبت. فرقت في الكونسيلر ازاي، بس نورت تحت العين وبقى في تعادل، ما بقاش في فرق كبير بين وشي وتحت. يا جماعه ما تاخدوش على كده، انا بس النهارده تقريبا يعني عندي حاله من الروقان شويه، بالرغم ان انا عندي امتحان مقالي وكده، بس برضه عندي حاله من الروقان في نفس الوقت، ويعني ما اعرفش سببها ايه بصراحه بس اوكي يعني انا هعيش اللحظه. الامتحان يجي بقى مقالي، يجي قواضي، والله بقى ما هستمتع. انا عايزه يعني انا هبان ان انا هستخدم برودكت كتير المره دي، لكن برضه هيبقى شكلي هو يعني ما اعرفش، مش بقول لكم رايقه، وبعدين رايحه بدري يعني كده كده انا ما بتاخرش، انا بروح دايما في مواعيدي يا بدري عن مواعيدي اصلا كمان، انا انسانه منتظمه. وهثبت بقى بلوز باودر اللي احنا عملناه ده كده، هحط الكحل بتاعي اللي مفيش حد ما سالنيش عليه، كحل سيبال تحفه. نحط بقى شو شايفين بيفرق في شكل العين ازاي؟ مش وقت التوتوريال، احنا هنكمل. هرسم عيني بايلاينر ان واي اكس، انتوا اللي ما خرجتونيش، انتوا السبب في ان انا ما خرجتش، فانا هعمل بقى ايه كده، بس برضو هيكون شكلي طبيعي زي ما انا. تصدقوا عجبتني رسمه الايلاينر دي. مش هستخدم الفاونديشن ده تاني لان انا ايدي بقت افتح من لون وشي اصلا، فانا حاسه ان فيها حاجه غلط. اوكي ايلاش ماركر، وبعد كده ما تستغربوش الماسكارا يا جماعه، ماسكارا سيبال 3 دي حطاها في بوتل سيبال عادي، بس ساعتها دي ما كانتش متوفره، ما كانتش موجوده، فطلبت دي اللي هي سيبال دي، ولي حلوه وزيها، فقلت اجرب وكده، زباله. فخلصت دي، وبرده دي لسه مش موجوده تاني، مش لاقيها دلوقتي سيبال 3 دي، فقلت طيب طالما البروشس بتاعت دي بتفرق لي رموشي، لا انا احط دي في دي، وشغلت دماغي. ما بعملش حاجه في حواجبي غير اني بمشطها بس. وهحط الليب جلاس بتاعي من ساندرا كوزماتيك، وبس كده اكون خلصت اللوك ميك اب توتوريال بتاعي وانا رايحه الامتحان، بس هما السبب في ده. وخلاص اوكي انا and this is my final look. باي يا جماعه، ادعوا لي بليز والنبي عشان انا خايفه بصراحه، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده، يعني ده اصلا تاثير الخوف، معرفش